عايز سمكة ب5 جنيه. تعمل بيها ايه يعني؟ عايز سمكة بس ب5 جنيه معلش. سمكة تقل ب5 جنيه تعمل بيها ايه؟ والله يا عم اتكل على الله يا عم. هتاخدها مثلا ترميها للقطط ولا تعمل بيها ايه؟ مش للقطط بصراحة، بس ممكن تفتح الكيس ده. دي سمكة اهي. دي سمكة. صلى على النبي. بس بس. انا امي هنا معايا في جمصة، فجايبها صيف وكده، فانا مش عايز السمكة دي للقط، انا عايز ابقى انا اكل سمكة وامي سمكة، بدل ما اقسمها انا وهي دي بس الواحدة. فخد ال5 جنيه دي واديني السمكة، ممكن حتى لو الصغيرة اللي هناك. طب ازاي طيب انت يعني باين عليك ان انت ابن الناس ولابس. والله انا ابن ناس فعلا زي ما انت بتقول، بس هو غصب عني الظروف. طب يا سيدي ماشي يعني عادي، بس يعني ال5 جنيه دلوقتي ما بتجيبش حاجة. يعني بص خلي ال5 جنيه دي معاك في جيبك وانا هتصرف، ما تشغلش بالك انت بقى. هتعمل ايه طيب؟ يا عم سيبها على الله. طب تعمل ايه؟ طب بس خلاص كفايه واحده. يا عم سيبها على الله. يا قلت لي ريس. انت ومين؟ لا انا ووالدتي بس. خد السمك اهو. لا لا اتغدى لا. انت والحاجه. لا لا لا. طب تعمل ايه؟ اتغدى واتبسط وروق على حالك، هات لك حاجه ساعه ولا اي حاجه واقعد على اي حته واتغدى واتبسط. طب صلي على النبي، وانت صاحب المحل عارف بالكلام ده؟ المحل ده بتاع ابويا عادي يعني، عادي ما تفرقش. انا مش هتتاذى؟ لا لا ما تشغلش بالك. انت مسامحني؟ يا عم والله مسامحك، كلنا بيحصل لنا اي ظروف، كلنا مسامحك عادي يعني، سيبها على الله. ايه في ايه اللي حاصل اللي قدامي ده؟ في ايه بالظبط؟ يا حاج هو الوقت الراجل ده جاي هو ووالدته، كان جاي بالسمكه بقول له عارفهم؟ لا مش عارفه، بس يعني الراجل بيقول لي هات سمكيه اقسمها بيني وبين مامتي مش عارف ايه. سمكايه يقسمها بينه. فانا سمكايه اديته. ايه؟ ده هو عايز له بقى سمكايه كبيره. لا انا اديته يا حاج السمك اللي هو سمكايه يقسمها، السمك ده صغير على الجسم. لا هو معاه واحده وعاوز واحده كمان عليها بدل ما يقسم معاه واحده ست. لا كان معاه سمكيه يا حاج احمد، سمكيه بوتيه وعاوز واحده كمان معاها بدل ما يقسم السمكيه اللي هو معاها. يعني انت عملت معاك الخير. خلاص قسمت الخير رديته الحمد لله ولا لله. لا انت رجعت ليه يا عم؟ بص صلي على النبي. انا اسمي اسامه الحداد، عندي صفحه على الفيسبوك اسمها فاعل خير. الراجل الجميل ده انا كنت جاي بسمكه، عايز سمكه انا ووالدتي، فالراجل ده ادانا كميه سمك انا ما اعرفكوش. انا بصراحه جاي على السمعه، وفي ناس بتقول عليكم ان انتم ما شاء الله السمك بتاعكم جميل، فالناس كلها قالت لي روح عند البحر المتوسط، هو ده احلى سمك في جمصة. فانا حضرتك جيت طلبت منه مساعده وساعدني، فانتم ما شاء الله ربنا يبارك فيكم، جاي لكم على السمعه وناس فاعلين خير. فانا صورت كل ده على فكره، انا مذيع وانت متصور وانت راجل ابن راجل، ربنا